اسمعني سياده المدرب ارنولد، احنا بس نريد نفتهم شغله واحده. اكو احد جضط عليك بالتشكيله؟ عدنان درجال، يونس محمود، اعضاء الاتحاد، ابو اللجنه الاولمبيه، انت اطلع اذا اكو احد جضط عليك بالتشكيله قول صرح يابا اني التشكيله مو انا اللي اختارها، الاسماء اللي استدعيتها مو اني. زين انت قلنا لك العب 4-4-2. زين ما اعرف انت ليش هالتغييرات مفاجئه؟ قلنا لك العب علي جاسم جناح ايسر، قوقيه جناح يمين، والعب مهاجمين. انت بس هالخطه اللي تفيدك، انت تلعب على الطويل، كل عرضياته طويل، خلي مهاجمين ميمي وعمار محسن، خلي محمد جواد، خلي على الاقل واحد يعني يضيف لك بالسكند بول، بالكره الثانيه من بعد ما تقطع المدافعين. انت جاي تلعب ضد منتخب ترى منظم، منتخب عالمي صاعد كاس العالم، بالبسط عادل وياك وبملعبه غلبك ورجع حسه غلبك. يا اخي ما اعرف ليش احمد ماكنزي جناح ايسر ملعب لي اياه، علي جاسم لعبه جناح يمين، امجد عطوان ورا المهاجم. ما اعرف شنو اللي ببالك انت، انا اريد اعرف والله شنو اللي ببالك؟ ليش تضيع اللعبه من ايدك؟ يعني انت بالشوط الثاني ولاعب نفس التشكيله اللي لعبتها بالشوط الثاني من البدايه، والله تغلبهم ثلاثه، لان اصلا منتخب الاردن منتخب عالي جدا، جايب كل نجومه وبكل لاعبين ما عدا لاعبين محترفين، اللي واحد بكوريا والثاني التعمر المعروف لكم بفرنسا، وجاي يشوفه ومنتخب سيء وقدر يفوز عليك بلقطه اصلا اقل ما يقول عنها مصطفى سعدون انه غبي. يعني انت تقطع الكره بايدك، انت مدافع، يعني ما اعرف شنو اللي ببالك مصطفى سعدون، انت شو وقت تتحسن؟ يعني اكثر من فرصه اخذت، اكثر من فرصه اخذت في المنتخب، انت شو وقت تتحسن؟ يعني هاي كره تبعتها بايدك سله هي لو يد بابا كره قدم، انت تبعد كره خلاص ايدك ورا جسمك وانتهى الموضوع. يعني المنتخب ما عنده ضربه جزاء واحده هاي الحاله قدر بيها يسجل عليك، وانت شوط كامل 45 دقيقه تضغط عليه، ما عندك راس حربه يهدف، ما عندك لاعب. يا اخي والله يعني احنا كان المفروض نصعد نصف نهائي، نصعد النهائي، نطور لاعبينه على مود نحضر المباراه الملحق. المباراه عندك في الشهر الثالث، وين راح تلعب بعد؟ يعني ما اعرف يعني انت يا ارنولد، والله انا اتمنى اذا احد يضغط عليك لو يقول لك انت اطلع قول خلينا نفتهم احنا التشكيله يعني من بين لعبه ولعبه التشكيله تختلف. يا اخي اثبت لك على اسماء، اثبت على عناصر، هسه راح تجيك تصفيات راح يجيب لك 20 لاعب جدد ما تعرف. يعني ما عدا اليوم اكام هاشم، احمد يحيى، وعلي جاسم. يعني علي جاسم الشوط الاول صفر، الشوط الثاني كل زين، بس ما عنده انهاء، هو مشكلته الانهاء. اما اكام هاشم لاعب يعني المفروض ما يلعب بالعراق، اكام يستحق انديه اوروبيه صراحه، والله لاعب ممتاز جدا. احمد يحيى لاعب جيد جدا، بس تجي انت مصطفى سعدون، ولا هم صح افضل السيئين؟ يعني انت امجد عطوان، مصطفى سعدون، هم صح افضل السيئين، انا ما اقول لك انه لا هم سيئين، بس هم افضل السيئين الموجودين. بس يا اخي ما يخالف، يعني انزل بالتشكيله صحيحه، التشكيله اللي تشوفها انت صح، على مود تقدر تتوفق بهاي البطوله. يعني انت طلعت بربع النهائي من منتخب والله منتخب ضعيف كرويا.